شايف العلامات دي؟ لو مكان العلامات دي فيه ألم وساعات كمان بيكون فيها احمرار وتورم، ده مش عشان وقفت طول اليوم امبارح على رجلك. لو الوجع في أماكن العلامات دي مصحوب بمحيط بطن كبير، يعني لو انت راجل أكتر من 102 سنتي أو انت ست أكتر من 88 سنتي، أرجوك فرمل سكر عشان تحمي نفسك من مرض النقرس. لازم تمشي على نظام غذائي صحي وتمارس الرياضة، وامنع المشروبات اللي أساسها فركتوز زي العصاير المعلبة والمشروبات الغازية. شايف العلامة دي؟ دي ما طلعتلكش عشان انت ملبوس ولا عشان نايم بالليل زعلان. لو لقيتها مع أعراض زي نزيف اللثة وجفاف الجلد ودايما مجهد ومناعتك ضعيفة، اعرف ان انت عندك نقص في فيتامين سي، لازم تاخده من الأكل أو من الدواء. شايف العلامات دي؟ العلامات دي عشان تعالجها مش محتاجة كريمات تفتيح ولا تقشير، لأنك مهما عملت هترجع تاني طالما معالجتش السبب الرئيسي. دي علامات تحذيرية لمقاومة الأنسولين اسمها أكانثوسيس نيجريكانس، وعشان تتأكد إنها علامات مقاومة الأنسولين لازم تقيس محيط بطنك. لو أنت راجل هيبقى أكبر من 102 سنتي، لو أنت ست هيبقى أكبر من 88 سنتي. لازم تراجع نفسك وتظبط أكلك وتمارس رياضة عشان ما يجيلكش سكر والعلامات دي تتعالج. شايف العلامات دي؟ دي مش علامات عشان انت اصلك تركي ولا عشان بشرتك بيضة فعروقك لازم تبقى باينة. اول ما تلاقيها بدأت تظهر على رجلك، اجري بسرعة العب رياضة وتخلص من الوزن الزايد وتجنب الملح واشرب مية كويس جدا وكل الياف من الخضار والفاكهة. خلي بالك الدوالي مرض مش سهل وصعب التخلص منه، فالحق نفسك. شايف العلامة دي؟ ده الشيب المبكر. ده مش عشان انت شوجر دادي ولا عشان شلت اول شعراية فالباقي انتشر، ده بسبب نقص بعض العناصر الغذائية زي عنصر النحاس. اول ما تلاقي شعر ابيض في سن مبكر، راجع اكلك بسرعة وخد النحاس من بعض الاكلات زي الكبدة والحبوب الكاملة زي الفاصوليا والمأكولات البحرية.